السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب أم مالك، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. مشرفينا ومنورينا دايما بوجودكم معانا في القناة، قناة أحلى أكلة من مطبخي. يلا بسرعة انزلي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك أي جديد بنزله. النهاردة إن شاء الله كان الجزر كان حلو النهاردة في السوق. أنا بحب أجيب الجزر الكبير ده لو هعمل مخلل أو لو هعمل مربى. فأنا جبت 4 كيلو، قلت هعمل 2 كيلو مربى وهعمل الباقي مخلل. زي ما انتوا شايفين معايا هنا طبعا. بتغسلي الجزر كويس وتجرديه وتبدأي تجيبي المبشرة وتبشري كده كويس اهو. عايزة بقى على الناحية اللي هي الخشنة ابشري، عايزة على الناحية الرفيعة ابشري. انا جربت بصراحة هنا على الخشنة، لقيتها هتطلع كبيرة، مش هتطلع حلوة. فانا استخدمت الناحية الرفيعة اللي هي الناعمة. طبعا انا بعتذر على صوتي والله لاني تعبانه جدا، الحمد لله يعني. دعواتكم ليا بالشفاء. كنت عامله عمليه يعني وحصل فيها انتكاسه وكده، فالحمد لله والله انا قاعده بسجل الفيديو والكالونه في ايدي. فبالله عليكم اللي يسمع الفيديو كده يدعي لي ان شاء الله بالشفاء العاجل. انا طبعا الفيديو ده كنت مسجلاه قبل ما اتعب، فكنت مصوراه يعني، فلسه بقى بسجله حالا. طبعا انتوا شايفين بقالي كتير جدا ما نزلتش حاجه على القناه، فانا خفت عليها بصراحه، فقلت هنزله وخلاص وهسجله. وحبايبي اللي هيسمعوني يعني هيدعوا لي ان شاء الله بالشفاء، مش كده يعني، مش هيهمهم حاجه. اختي بتقولي مش هيستخسروا. فهبدا بقى اخلص بشر الجزر كله عشان اعمل المربى دي. حسب بقى ما هعملها، هركنها، ممكن اركنها لرمضان، ولو خلصت ممكن ابقى اعمل بعد كده انا كمان 2 كيلو واركنهم في الفريزر لرمضان. خلصت بشر الجزر هنا زي ما انتم شايفين، وهبدا انزل عليه بالسكر. لازم يبات ليله في السكر اهو. بصوا مش بحط معيار سكر، بس انا مش بحط سكر كتير يعني، انا لان احنا مش بنحب المربى مسكر. وان شاء الله باذن الله ربنا يشفيني كده وياخد بيدي باذن الله، وهعمل معاكم مربى الفراوله، وهنبدا نعمل تجهيزات رمضان كلها ان شاء الله. خلاص بقى هبدا اقلب كده طبعا، بقلب من فوق لتحت بحيث ان كل جزرايه مبشوره تتغلف بالسكر معايا. بس انا هحط كمان لسه شويه سكر كمان لان كده السكر طلع شويه. بس كده لازم طبعا نقلب ونغلف وكله كويس، علشان خاطر المية اللي هتنزل من الجزر هي المية اللي هنسوي فيها المربى. وهبدأ بقى اجيب شوية الجزر اللي باقيين دول، وهقطعهم كده زي ما انتوا شايفين بالقطعة الجميلة بتاعتي دي. بقالها كام سنة معايا بصراحة، حلوة جدا ما شاء الله عليها، بنصحكم ان انتوا تجيبوها يعني. اهو قطعوها كده بالوضع ده. برضو دول انا هعملهم سريع لاكلنا احنا بسرعة، لكن بتاع رمضان برضو ان شاء الله هخزنه وهوريهولكم، هينزل لكم قريب باذن الله. المخلل المشكل والمخلل اللي هنخليه ممكن يقعد معانا اللفت كمان لرمضان باذن الله، بس ان شاء الله ربنا ياخد بيدي بس. ما بنجيب الجزر كبير ونقطعه بالقطعه دي بيبقى شكله احلى ما بنقطع الجزر الصغير. يعني الصغير بحيث ان هو بتجيبيه بس زي طرنشات كده وخلاص. وبنقطع بيها برضو الخيار، وبنقطع بيها اللفت اهو. طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه، لان ساعات بقدر اتكلم وساعات لا. فاهو يعني بصوا الجزر الصغير بقى بيتقطع زي طرنشات كده وخلاص. بس انا هنا برضو قسمته، لان زي ما قلت لكم ده احنا مش هنسيبه رمضان. يعني هما تقريبا كمان فتحوا عليه النهارده، الكلام ده كان بقاله يجي اسبوع او 10 ايام فتحوا عليه، وكان جميل جدا. كان فيه بس نسبة تسكيرة بسيطة، عالجتها ان انا حطيت ملح زيادة في المية وخلاص. بس كده. طبعا هنا حطيت الملح بقى عليها كلها، وقلبته برضو زي ما قلبت الجزر بتاع المربى. الملح مادة حافظة والسكر مادة حافظة، فكده أحسن. هسيبهم بقى، ده هينزل المية المسكرة اللي فيه،
وهرميها طبعا، مش هحطها في حاجة، اللي هو المخلل. والجزر المربى هاخد المية اللي بدأت تنزل فيه دي، وهسيبه طبعا ليلة كاملة، وهسويه ان شاء الله بكرة. انما الجزر التاني سبته مثلا، يعني انا كنت عاملاه العصر، جيت على بالليل قمت جاية عاملاه. بس كده. وكنا يوم الخميس بقى، فجوزي وهو جاي من الشغل بالليل جاب معاه استفندي. طبعا انا هعوز من الاستفندي ده لاني هعصر منه على مربى الجزر. عندك استفندي عصوري، عندك برتقان عصوري عادي يعني. انا خدت حوالي ايه 5 6 كده، عصرتهم وحطيتهم على مربى الجزر. بفضيك هنا في السبت كده بتاع الفاكهة. وكان جايب سوداني ولب بقى وكده، فجبت المنظمات بتاعتهم دي فضيتهم فيها. الجو طبعا كان ساقع في اليوم ده، فجاب يعني المسليات ديت انها نتسلى فيها يعني. فضيت بقى السوداني، وهفضي المقرمشات دي كمان في المنظم بتاعها. وهفضي اللب كمان. احلى حاجه ان بيتك تبقي انت يعني الحمد لله مطمنه ان هو ملان خير وبركه، وربنا يا رب يجعل بيوت المسلمين كلها عمار ويدينا الصحه. لان برضو طول ما الام صحتها مش كويسه في البيت بيتاثر يعني. برضو مش زي ما بتكون هي قادره ان هي تقوم تعمل كل حاجه في بيتها وربنا يا رب يشفيني ويزيح عني يا رب، انا وكل الناس التعبانه والحمد لله على كل حال يا رب. كده خلاص هخش بقى ندخل الحاجات دي ونقعد شوية. طبعا قعدنا شوية كويسين جدا، واخدت استفندي عصرته واكلنا من الاستفندي. وهنا زي ما انتوا شايفين بقى هبدأ املح الجزر. كنت سقعت بقى فلبست الروب وكده. كانت دي بداية بقى تعبي يعني. الوقت ده كده وقت ما سقعت وكنت عمالة اترعش كان بداية تعبي. فايه قلت لا انا حرام برضو ان انا شوية المخلل دول يترموا. فقمت جاية معبياهم في البرطمان. بصوا نزل المية بقى المسكرة بتاعته اهي. وهبدأ أعبي في البرطمان بقى، يتخللوا وقت ما يتخللوا. زي ما قلت لكم في أول الفيديو، أنا مصورة الفيديو ده قبل ما نتعب. ف يعني هما فتحوا على مخلل الجزر بقى دلوقتي، كان بعدها تقريبا أسبوع أو 10 أيام زي ما قلت لكم. بس كده. اللي وصل لهنا من الفيديو بقى يا ريت يدعي لي كده ربنا يشفيني ويزيح عني يا رب، ويشفي جميع مرضى المسلمين. بحبكم كلكم في الله، ويا ريت تكملوا الفيديو للآخر لأن أنا خلاص مش قادرة أسجل بصراحة. هو مفيش حاجة، هو كده خلاص، بس كملوا للآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.